والدة حكيمي ابني بريء والعالم كله يشهد بأخلاقه العالية. أكدت سعيدة موح والدة لاعب المنتخب المغربي وباريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي أن ابنها بريء، وذلك على خلفية تهمة الاغتصاب الموجهة إليه من طرف شابة في باريس. وقالت سعيدة موح في تصريح لموقع العربي الجديد: قلبي يخبرني بأن ابني بريء وهو يتمتع بحسن التربية، كما أن العالم بأسره يشهده له بأخلاقه العالية والمتزنة ولا يستحق ما حصل له. وحين سئلت عما إذا كان قد تحدثت مع ابنها بعد اتهامه، قالت المتحدثة ذاتها: نعم، حدثته في الموضوع وأقسم لي أنه بريء. وأضافت: كيف يعقل أن يتهم أشرف في ليلة وجود زوجته في منزلهما بفرنسا، حيث هناك الكثير من الحراس وكاميرات المراقبة في كل الاتجاهات. وأشارت والدة حكيمي إلى أن المحامية المكلفة بالدفاع عن ابنها قد طلبت من العائلة الحفاظ على سرية التحقيقات من خلال عدم الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية. وتجدر الإشارة إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد أعلن في تصريح لصحيفة لو باريزيان عن دعمه التام للاعب أشرف حكيمي الذي نفى بدوره الاتهامات الموجهة إليه.